فاقول لك يا ولد حلمت حلم، الله يعطينا خيره ويكفينا شره. تراك من المغرب امتحنتني وانا بالسياره ورايحين جايين، حلمت. وش الحلم؟ وش حلمك؟ ما هو شرط تعرفه. انا مفسر، ما تبغاني افسر لك؟ انت مفسر؟ ايوه مفسر احلام يا اخي عندي حلم من 10 سنوات حلمته. ابو 10 سنوات انت ابغى الحلم ذا اللي حلمته يا اخي. الحلم اللي من المغرب حلمت فيه 5 ولا يهمك. يعني خلك تفسر لي. حلمت فيه 5. طيب اجتمعنا على طاولة كبيرة. ايوه شايف، وكان الاجتماع طبي بحت، هم 5 أطباء. طيب فتناقشنا في موضوعك انت. موضوعي انا؟ حلم ايه، تناقشنا في موضوعك. طيب قالوا خالك بلغ من العمر 70 سنة وهو ما يرمش، وهذا شيء خطير عليه. طبعا حلم. شايف، انا عمري 30 وذول يتكلمون عن 7. لا هم ما يتكلمون في الماضي، ها يتكلمون في الحاضر. طب انا في الحاضر الحين عمري 30. عمرك اجل، يمكن انا ما فهمت، يمكن يتكلمون في المستقبل ولا يهمك. طيب كمل. قالوا بلغ من العمر 70 وما يرمش، وهذا خطير عليه. فطلعنا من الاجتماع هذاك، شايف، بنتيجة، يعني بآخر نتيجة توصلنا إليها إنه ما في إلا علاج واحد. وشو؟ قالوا تنخش عين ولد جدتك بحجر. ينخشون عيني بحجر؟ أبلع عينك حجر. أنا بصراحة قلت حجر صعبة، خلوا عود ممكن. قالوا لا. قلت طيب اسمعي. قالوا لا لازم حجر. دقيقة راح اجيب حجر واجيك. انا بفسر. فسر صح. نسيت بعدين اجيب الحجر. اما الخمسة هي هي ال5 الاصابع هذه. ايه شايف؟ الاطباء. ايوه اني اضربك ذاك الكف بالله يجي. ايوه. واما العين الحجر اللي تنخش بعيني. شايف؟ اني وانا اضربك اركز بعيني عشان الضربة تيجي على الخد، صح؟ تركز على ال5 يعني. واما 70 سنة وانا عمري الان 30. في من ال30 من الان الين اوصل 70 سنة وانا كف فيك. بالخمسة ايوه. وتركز واركز بعيني. 40 سنة يعني. ايوه 40 سنة. الله يعطيك العافية. خلاص راح اجيب الحجر. انا قلت لك ال5 وفسرتها، تفهم ولا ما تفهم؟ فهمت خلاص. الله يعطيك العافية. قال بحجر. قال هيا تصبح على خير. وانت من اهل الحل عني. فيك شوفت الله. ما بقي الله ينخش عيني بحجر. اثاري طلع كذا ال5. انا على بالي تحلم فيه. على بالي شيء حلو، كنت بنفعك عشان ترمش. انا الغلطان. امشي. قال حلمت ب5. قال ينخش عيني بحجر. ما بقي الله.